عليكم، حياكم الله. اليوم عندي تقرير ان شاء الله بيعجبكم، يعني منطقة تاريخية حلوة بالرياض، اول مرة اسوي تقرير عليها. السلام عليكم، حياكم الله. زي ما وعدتكم أنا اليوم في مكان مشهور مرة. هذا هو المكان. هذه طبعا هي ساحة الصفات، صفات الرياض. طبعا في صفات الكويت وهذه صفات الرياض اللي يصيرون فيها. طبعا هنا بنفس المكان اللي أنا واقف فيه تتم عملية اللي هو القصاص. الله يجيرنا وياكم ويحمينا وياكم. مكان مشهور في وسط الرياض. الساحة نفسها جميلة جدا، حتى شوف الأجانب، وفيه كافيات وفي أماكن لعب والأطفال وساحات ومحلات، وجنب قصر المصمك من هناك من الجهة ذيك فيه نوافير. وطبعا في الأعياد يسوون هنا أعياد ورقص ومدري إيش. هذه الأمارة، وهذا المسجد الجامع الكبير مشهور. الحين وقت العصر قليل الموجودين، طبعا بالليل تمتلي عوائل وزحمة خصوصا من الأجانب، لأن المنطقة حوالين سكنهم زي كذا. هنا محلات تراثيات، الشباب عرفنا. أنا كان عندي محل هنا بس ما كتب الله أني أكمل فيه. هذا طبعا القصر المصمك. قصر المصمك مشهور. قصر المصمك إن شاء الله بخليه له زيارة خاصة في يوم من الأيام كذا، لأن فيه وشو زي ما أنتم شايفين مفتوح الزيارة في أوقات زيارة معينة. في عندي بس حاجة واحدة بوريكم إياها بقصر المصمك، والباقي بخليه بعدين. حاجة بصراحة حلوة. قصر المصمك بني 1895 طبعا، هو اللي احتل الملك عبد العزيز. هذا طبعا باب المصمك، ما شاء الله وش كبره، أكثر من 3 متر. هذا اللي بوريكم إياها، هذا بقايا الرمح اللي قتل فيه بن عجلان. لا نودع قصر المصمك، بجيه إن شاء الله، وأوعدكم إن شاء الله إن الله أحيانا بجيه، لأن عندي شغل ضروري الآن، وبعدين بخصص له يوم كامل للزيارة عشانكم. شيخنا بالرقيب، يلا حيك، شلونك؟ عساك طيب، الله يزوجك، قل امين. الرجال ما تزوج الى الحين. ابو خالد ذبحك الحب يا ابو خالد، اقول ذبحك الحب، جالس وساج ما ادري ايش تفكر فيه. ها؟ منور في المغراب ولا مشراق؟ اي والله. لا في المجد. الله يرحمنا برحمه. دنيا غداره. ها؟ الواحد وش له؟ الله يكون في عونك يا ابو خالد. ترى ما في خير. ايه زود العيشه، خلي الشعوب بس نقي قبل لا يدخل ولا ريال. وش عندك من نصيحه؟ وشو الشباب انصحهم ما يبالون الا من الشباب اللي يطير منهم، لا برايح سمعت. والدراسه انا صار طول عمرك، وجدعان لا يخلونها يلبسوا عروسهم، سمعت، ويطيعون اهلها. في سجن انا بدي اسوي زي ذا. هذا الخبنه ذي عجبتني يا ابو خالد. هذا المخبى السري جوا بطنه، عشان الحرميه. شفت هذا السحاب، اسمع بعد اسمع بنصور. هذا اخر الطيبين ابو عبد الله، يلا حيه. الله القصيم، شلون؟ عساك طيب. حتى شخصيه الاولين الطيبين. هذه صوره ثلاثيه الابعاد، شوف كيف. هذا يقولون من صالح الخميس، فنان. هذه واحدة. تلاحظون
سناباتي فيها كثير من الشيبان. بصراحة أنا أحب أقعد معهم وأسولف معهم. صراحة هم خبرة يعني يعطيك خبرته في سنين عمره، بعضهم 70-80 سنة في ظرف دقائق. يعني ممكن تاخذ منه حكمة تعيشك باقي عمرك وأنت مرتاح. يعني ممكن يختصر لك الوقت كله في ظرف دقائق، يعطيك حاجة بسيطة تنبسط فيها طول حياتك. أذكر مرة سوينا لقاء مع واحد من الشيبان عمره تقريبا 85 سنة، وقضى أغلبها في التدريس وإدارة المدرسة وزي كذا. فاختصرنا المدة هذه، اختصرناها كلها. يعني خبرته في المجال هذا كله أعطاناها في نص ساعة، كسبنا معرفة كبيرة أنا والحاضرين كلهم. بينما أنا قضيت في السوق أكثر من 10 سنين، في شيبان عندنا توفوا الله يرحمهم، وتحسبنا كثير إن ما جلسنا معهم ذيك الجلسات اللي أخذنا من أفكارهم كثير. لذلك إذا كان عندك أبو أو أم أو عم أو خالة أو جد وزي كذا، استغل الفرصة واقعد معهم وسولف، وعين من الله خير، وحب رؤوسهم